السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، النهارده هحكي لكم قصه خطيره. واحده عندها 20 سنه اتجوزت واحد عنده 45 سنه. تمام، المشكله مش في كده، المشكله ان هي بتقول ان الراجل ده بيسيبها طول النهار قاعده لوحدها، بحكم شغله، بحكم ان هو بيقعد مع اصحابه. يعني بتقول ايه، بيتحجج بالشغل وبيجيلي متاخر. طيب، الست دي أول حاجة هي ما بتصليش. هي ما بتصليش ولا بتقرا قرآن ولا ليها في الكلام ده خالص. طبعا ضعيفة، ما بتصليش فالشيطان قريب منها. فايه اللي يحصل؟ سهلة بقى، هي سهلة لأي حاجة. بتعمل ايه الوقت ده كله؟ طول النهار قاعدة لوحدها، ما بتعملش حاجة مفيدة. بتعمل ايه؟ تكلم فلان، تتصل بعلان، يتكلموا، المكالمة تزيد عن حدها شوية، كده كده طبعا انتوا فاهمين. الست دي بتحكي وبتقول: يا جماعة، أنا متضايقة من اللي أنا بعمله ده، ونفسي أتوب وأبطل اللي بعمله ده خالص. جزاها الله خير إن هي نويت التوبة. بتقول: أعمل إيه؟ دلوقتي هي قاعدة لوحدها ليه؟ بتقول: أنا جوزي في مشكلة عنده، ما بيخلفش. تمام، وكل ما نروح لدكتور ما يرضاش ان هو يكمل العلاج، وبالتالي ما فيش المرض ده يعني، او السبب اللي عنده ما بيتعالجش. تاني حاجة، ان هو ما بيخلينيش اخرج خالص من البيت، لا بيخليني اروح عند اهلي ولا انزل اشتري حاجة ولا انزل من البيت خالص، عايزني افضل طول النهار قاعدة في البيت ما انزلش خالص. فانا قاعدة طول النهار لوحدي، مش لاقية حاجة اعملها، فدماغي بتوديني ان انا اعمل الحاجات الوحشة دي، وانا نفسي ربنا يتوب عليا. طيب، هي أصلا دلوقتي يعني هي ربنا يتوب عليه يا رب، ويتوب على كل واحد بيعمل ذنب. بس الصلاة أهم حاجة، الصلاة. هي ما بتصليش فهي ضعيفة، هي ضعيفة جدا، ومصيدة سهلة قوي للشيطان. فهي لازم تصلي، أول حاجة لازم تصلي علشان يبقى عندك حصانة من الشيطان. والأذكار يا جماعة، الأذكار دي بتحفظ البني آدم الصبح وبالليل. دي بتعمل كده هالة كده على البني آدم، ما بتخليهوش أي حاجة وحشة تمسه. أذكار الصباح وأذكار المساء مش هتاخد دقيقتين. يعني الواحد يقعد يحسبها كده، لو حسبها على على الساعة بالظبط دقيقتين بالظبط، وهيكون قايل الأذكار كلها. احنا بنقعد على النت بالكام ساعة. فدي حاجة بسيطة أوي، وحاجات سهلة أوي تحفظ البني آدم. تاني حاجة النية، إن أنا عاهد نفسي إن أنا ما أقربش ناحية الحاجة الوحشة دي تاني، وأشغل نفسي بأي حاجة. أتعلم حاجة، أتفرج على فيديوهات مفيدة على اليوتيوب، أعمل حاجة مثلا يدوية. المهم إن أنا ما سيبش نفسي للشيطان ودماغي تسرح كده. وربنا يحفظنا كلنا ويتوب علينا يا بنتي يا رب.